هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يسركم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم، الجمعة 10 من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم وضمن برنامج نافذة ثقافية يفتح الزميل أحمد شريف نافذة اليوم على رمضان في التاريخ، ويتناول رمضان في الفترة العثمانية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، تستمعون إلى نشرتنا للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. المحكمة العليا الإسرائيلية تدين الحكومة بسبب فرض ضريبة على المهاجرين. الاتحاد الأوروبي يدعو إريتريا لمؤتمر دولي. مسؤولون أمريكيون يدافعون عن إرسال حاملة الطائرات لينكولن للشرق الأوسط. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إيرينا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية ذائعة الصيت بأن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت إعلانا قانونيا قالت فيه بأن الضريبة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي تتعارض مع القوانين الدولية التي وقعتها دولة إسرائيل وأحكام الأمم المتحدة. وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ عام 2017 ضريبة مقدارها 20% على دخل المهاجرين واللاجئين الذين يعملون في إسرائيل. وقالت المحكمة بأن هذه الضريبة لا تساهم في مغادرة المهاجرين للبلاد كما تقول الحكومة، بل تفرض على الحكومة تقديم خدمات لهم بموجبها. الجدير بالذكر بأن هناك ما يزيد عن 30,000 طالب لجوء إريتري في إسرائيل، ويغادر تلك الدولة سنويا حوالي 8,000 منهم إلى دول أخرى، وذلك بعد يأسهم من الحصول على فرص الإقامة والعمل بسبب السياسات المتشددة للسلطات هناك ضد الهجرة. ذكرت المفوضية الأوروبية بأن إريتريا سوف تشارك في المؤتمر المزمع عقده في شهر يونيو المقبل في أديس أبابا لدول شرق أفريقيا. وقالت المفوضية بأن المؤتمر يهدف إلى بحث التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة والمواصلات والتجارة، وأن دول الصومال وإثيوبيا وكينيا والسودان وجيبوتي سوف تشارك فيه، كما قدمت الدعوة لإريتريا للمشاركة في المؤتمر. وقالت المفوضية بأنها تجري مشاورات مع ممثلي هذه الدول بغرض تحديد سبل مشاركتها. وينظم هذا المؤتمر برعاية الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. الجدير بالذكر بأن الاتحاد الأوروبي كان قد منح إثيوبيا مساعدات بقيمة 20 مليون دولار لصيانة الطريق الرابط بين عصب وإثيوبيا. في ظل التصعيد الأمريكي ضد طهران، أكدت وسائل الأنباء عبور حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن قناة السويس في ظهيرة يوم أمس الخميس. وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد قد دافع عن قرار إرسال حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن إلى الخليج العربي. وقال دانفورد خلال جلسة للكونغرس أن القرار جاء لردع التهديد الإيراني في المنطقة. وأضاف: لقد كان تركيزنا على عامل الردع، فاستنادا إلى المعلومات الاستخبارية أردنا إرسال رسائل لإيران تفيد بأننا مدركون للتهديد الذي تمثله في المنطقة، وبأننا مؤهلون للرد على هذه التهديدات. وتابع المسؤول الأمريكي القول: ما طلبته هو تسريع حركة حاملة الطائرات لينكولن حتى لا يكون هناك غموض بشأن استعدادنا للرد على أي تهديد لمواطنينا وشركائنا في المنطقة. لذلك عملنا بجد القيام بذلك، لأن ما لا نريده هو أن نكون في وضعية الرد. أردنا التأكد من أننا اتخذنا أكبر قدر من الإجراءات لردع تلك التهديدات بشكل نهائي. وفي وقت سابق قال المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك أن إرسال بلاده لحاملات طائرات إلى الخليج ليس رسالة سياسية، بل دفاع عن النفس بعد ورود تهديدات بأعمال عدائية. وتتجه المنطقة نحو تصعيد خطير مع تزايد التهديدات الإيرانية بأنها لن تصمت على تهديدات الولايات المتحدة.
المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. المحكمة العليا الإسرائيلية تدين الحكومة بسبب فرض ضريبة على المهاجرين. الاتحاد الأوروبي يدعو إريتريا لمؤتمر دولي. وأخيرا، مسؤولون أمريكيون يدافعون عن إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن للشرق الأوسط. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة نرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرنا الدولية في باريس، ها نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، رمضان مبارك على الجميع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية وإريتريا بشكل خاص، أن يعيده علينا بالأمن والسلم والحرية والعدل والاستقلال. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة ارتأينا أن نتحدث عن رمضان، وذلك بالعودة إلى التاريخ. على الرغم من كل ما يقال عن الخلافة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية أو الفترة العثمانية التي كانت قد سيطرت على عدد من الدول داخل إفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا، على الرغم ما يقال عنها من قبل الأقلام المستشرقة وغيرها والتشويه المتعمد الذي سطر في التاريخ، لكن كانت الفترة العثمانية تحمل الكثير من دلالات الإسلام وقيمه. دعونا سادتي نتحدث اليوم عن رمضان في العهد العثماني، وذلك من خلال اطلاعنا على المقال الذي كتبه الأستاذ كريم عبد المجيد. فأهلا ومرحبا بكم سادتي مرة ثانية إلى حلقة في برنامج نافذة ثقافية. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. لرمضان كما يقول الكاتب الأستاذ كريم عبد المجيد مكانة عظيمة عند المسلمين، فكيف كان يستقبل العثمانيون شهر رمضان؟ وما هي أشهر مظاهر احتفال الخلافة العثمانية ورجال الدولة وعامة المجتمع بشهر رمضان المبارك؟ رمضان شهر مميز دائما، لا يشبه إخوته إلا في عدد الأيام 30 أو تنقصها، ولكنه يختلف عنهم في الكثير من الملامح والمظاهر. رمضان شهر القرآن والصيام، شهر المغفرة والقيام، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، فيه ليلة القدر التي شرفت فيها سماء الدنيا بنزول القرآن، ليلة تفوق في فضلها 83 عاما من الطاعات والعبادات. فهل هناك في كل الشهور من يشبه رمضان في كل هذه الخصال؟ هكذا يتساءل الكاتب الأستاذ كريم عبد المجيد. هذه إذاعة إرنا. ويضيف فيقول: ولو أبحرنا في نهر التاريخ لنشاهد كيف كان الناس يعيشون الشهر الفضيل في عهود دول الإسلام، لوجدنا عادات واحتفالات تتشابه في جوانب وتختلف في أخرى. فأموية وعباسية ومملوكية وعثمانية حملت كل فترة منهم ملامح وعادات ومظاهر رمضانية اتسمت بالخصوصية والبهجة والفرح والسرور. هذه الخصوصية التي نحاول في هذا المقال عرضها فيما خص به العهد العثماني من مظاهر وعادات اختلفت عن العهود الإسلامية التي سبقته. استطلاع شهر رمضان. بشكل عام كانت العادات والمظاهر تتشابه في مدن الدولة الكبيرة السلطنة العثمانية، مع وجود اختلافات قائمة بينهم، إلا أنه من الممكن أن نقول بأن هذه العادات كما وجدت في اسطنبول فقد وجدت كذلك في القاهرة وحلب وسراييفو، أيضا
وجدت في إريتريا والسودان وغيرها من الدول، حيث كان قاضي إسطنبول يرسل العديد من الخبراء إلى مناطق مختلفة لاستطلاع ظهور الهلال. وفي حالة ظهوره كان المنادون يسيرون في الشوارع وينادون بأن الهلال قد ظهر، كما كان يتم تعليق شبكة الأضواء بين المساجد فيما عرف باسم الماهية، وهو ما سنتحدث عنه لاحقا كما يقول الكاتب. كذلك لتنبيه الناس بأن الشهر قد دخل، وكان من نصيب أول شخص استطاع أن يرى هلال رمضان هدايا كثيرة تخصص له من الدولة، لأنه أول من بشر بدخول الشهر الفضيل. وماذا عن القصر السلطاني؟ كان لشهر رمضان في قصر السلطان العثماني مظاهر وعادات أخرى. فبداية كان السلطان يصدر وثيقة خاصة بالشهر من عدة نقاط لتنبيه الناس على مراعاة بعض القواعد التي يتم تطبيقها بحرص. فقبل حلول الشهر ب15 يوما كان يأمر بتشكيل هيئة لمراقبة الأغذية في الأسواق وتنظيم أسعارها، كما كان يقوم بنفسه باختيار نوعية القمح الذي سيصنع منه الخبز للناس، وتحديد وزنه وكمية الملح التي تضاف إليه. وإذا نال القمح بعد طهيه خبز إعجاب السلطان وأهل الخبرة في القصر، يأمر بأن تبدأ الأفران بخبزه وبيعه للناس. كما كان من ضمن التنبيهات الموجودة بهذه الوثيقة ضرورة أن يقوم الوعاظ بتذكير الناس بصلاة الجماعة في المسجد، والمنادون بتنبيه الأهالي في الشوارع بأن لا يزور أحد منزلا دون إخبار صاحبه أو دون دعوته، وأن لا يتناول أحد الأطعمة والمشروبات في الشوارع في نهار رمضان، وأن يدعو الناس أثناء صيامهم وفي صلواتهم بدوام بقاء الدولة العثمانية. أما رئيس الفلكيين، رئيس من يشتغلون بالفلك في الدولة في القصر السلطاني، فيقوم بتحضير إمساكية رمضان قبل حلول الشهر المبارك ب15 يوما أو قبل انتهاء شعبان ب10 أيام. وكان يقوم بتقديم الإمساكية أولا إلى السلطان والصدر الأعظم أي رئيس الوزراء، ثم إلى بقية الأشخاص المهتمين أو المهمين من رجال الدولة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وماذا عن استقبال شهر رمضان؟ يقول الكاتب: وعن استقبال الشهر فكان يتم ببهجة كبيرة في القصر، وبصحبة برقيات تهنئة إلى السلطان من سفراء الدول الأجنبية. كما كان يتم دعوة عامة المسلمين وغير المسلمين إلى الإفطار في القصر السلطاني من أجل إرساء الإلفة بين المسلم وغير المسلم. أما الأطعمة فكان يتم توزيع الوجبات المجانية على جميع الضيوف طوال شهر رمضان حتى ليلة القدر. وكان السلطان ورجال الدولة يأمرون بنحر الأضاحي المختلفة في الأماكن العامة والساحات الواسعة أو على أبواب اسطنبول، مع الأمر بتوزيع هذه اللحوم على الناس خاصة الفقراء منهم وذوي الحاجة. وإذا انتقلنا إلى العبادات والطاعات في القصر العثماني، فكانت تظهر في إقامة صلاة التراويح بحضور السلطان. وفي ليلة القدر نجد السلطان والوزراء ورجال الدولة يقيمون صلاة هذه الليلة المباركة في جامع آيا صوفيا خاصة، ويأمرون بإضاءة الأنوار والمشكوات الملونة بشكل كبير وواسع في الطرقات وفي ساحة ميدان الطبخانة باسطنبول. وفي القرن ال18 عام 1759 الموافق للهجرة عام 1172 هجرية، استحدث السلطان مصطفى الثالث الذي حكم من عام 1757 وحتى عام 1774 ميلادية في البلاط العثماني، استحدث مدرسة قرآنية لحضور دروس في تفسير القرآن طيلة الشهر المبارك بحضور السلطان الذي يجلس ليستمع إلى تفسير الآيات من علماء عصره، خاصة من تفسير البيضاوي الذي كان يفضله علماء الدولة الأحناف، وهو الأمر الذي استمر حتى نهاية الدولة. ومن العادات الرمضانية عزيز المستمع في السلطنة العثمانية الخاصة التي ميزت العهد العثماني في قصر الحكم قصر طوف قابي،
هو زيارة السلطان لجناح يعرف باسم جناح الأمانات المقدسة، وهو جزء من القصر يتم فيه الاحتفاظ بأغراض تعود لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، وذلك في يوم 12 أو 13 من رمضان. فكان يتم تنظيف غرفة تعرف باسم غرفة البردة الشريفة، التي تحتوي على أغراض النبي صلى الله عليه وسلم مثل بردته، رايته الشريفة، خصلات من لحيته بكل احترام بالأسفنج وماء الورد، وبمشاركة شخصية من السلطان. كما كان يتم الاستعداد جيدا، فبعد يومين يحل يوم 15 من رمضان، اليوم الذي تتم فيه الزيارة الرسمية من السلطان، ومن يدعوه للذهاب إلى جناح الأمانات المقدسة للقيام بزيارة إلى الغرفة المحفوظ بها بردة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمشاركة كبار موظفي ورجال الدولة وآخرين يبعث السلطان لهم ببرقيات خاصة لنيل شرف هذه الزيارة الرسمية التي تتم وفق احتفال وعادات معينة مع تحديد وقت معين للحضور. هذه إذاعة إرنا. وماذا عن رجال الدولة؟ يقول الكاتب: أما رجال الدولة والمسؤولين الكبار في الحكومة العثمانية فكانوا يتسابقون في شهر رمضان لتقديم أفضل ما لديهم لعامة الناس، فأبواب منازلهم وقصورهم تفتح ليفطر العامة وقت المغرب على مقاعد مخصصة لهم، كما كان يقدم لهم بعد الانتهاء من الطعام هدية، وكانت تسمى بأجر الأسنان بسبب إجابة الناس للدعوة، مما يكسب صاحب الدعوة الأجر والثواب. أما أعمال الخير الأخرى التي نجد رجال الدولة يقومون بها فتتمثل في توزيع هدايا قيمة وغالية من خزاناتهم على خادميهم والعاملين لديهم. وقد ذكر لنا الرحالة العثماني الشهير أوليا جيلبي عن الصدر الأعظم رئيس الوزراء الملك أحمد باشا في عهد السلطان محمد الرابع أنه كان يقوم بتوزيع أشياء غالية الثمن ذات قيمة عالية من خزانته الخاصة على خدامه والعاملين لديه في رمضان، مثل الملابس الجديدة، أوعية للطعام، أسلحة، دروع، بنادق مرصعة بالجواهر، سيوف، فراء السمور، سبح مرجانية، في مقابل أن يدعوا له ويذكروه في صلواتهم. وقد كان هذا الوزير في كل مساء من يوم الاثنين والجمعة طوال الشهر يفتح أبواب منزله لعامة الناس لتقديم الأطعمة وعصير الفواكه والحلويات والفستق واللوز، وذلك أثناء جلوسهم للاستماع إلى تلاوات من القرآن الكريم. ومن أهم دعوات الإفطار دعوة الصدر الأعظم رجال الدولة للإفطار على مائدته، ولم تكن هذه الدعوة تقام إلا في اليوم 14 من شهر رمضان كي يفطروا رجال الدولة مع عائلاتهم في الأيام الأولى. وكان العلماء من أوائل المدعوين لهذه المائدة التي كانت تنتهي في اليوم 24 من الشهر. وتؤكد المستشرقة والكاتبة الإنجليزية دورينا نيف التي قضت 26 عاما من حياتها في اسطنبول تؤكد على استمرار هذه العادات في رمضان بالمدينة حتى نهايات القرن 19 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، لازلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، وحلقة في برنامج نافذة ثقافية، ونخصصها اليوم لرمضان في العهد العثماني بقلم الأستاذ كريم عبد المجيد. يقول: وحدث أن قمنا بزيارة إلى الأسواق أثناء الرمضان، وفي هذا الموسم نجد أن الأتراك يصومون طوال النهار ويحتفلون طوال الليل، وكان أفراد الطبقة الثرية يضطرون إلى فتح أبواب منازلهم طوال الشهر لإطعام أي شخص بحاجة إلى الضيافة من فترة غروب الشمس وحتى بزوغ فجر اليوم الجديد. هذا ما أوردته سيداتي سادتي الكاتبة المستشرقة الإنجليزية دورينا نيف التي قضت 26 عاما من حياتها في اسطنبول. وتواصل فتقول:
أما مجتمع المسلمين الذين يعيشون على الأراضي العثمانية فكانوا يستعدون قبل قدوم شهر رمضان بأسابيع بتنظيف البيوت بشكل كامل، كما يتم التحضير لإعداد أطعمة وأنواع مختلفة من المخبوزات خاصة بالشهر. وعند حلول الشهر ومن أول أيامه كانت موائد الإفطار تزين بأنواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات التي نجدها في المنازل الخاصة، كما نجدها على موائد الإفطار الخيرية الجماعية التي يقيمها الأعيان ورجال الدولة، حيث يتم استضافة الفقراء والشحاذين والغرباء وغيرهم لتناول الطعام وتوزيع الصدقات والهدايا عليهم. وإذا نظرنا إلى يوم اسطنبول في رمضان نجد أن محلات ومقاهي المدينة كلها مغلقة في الصباح قبل ميعاد الإفطار، في مقابل عمل هذه المحلات من بعد الإفطار حتى أذان الفجر على ضوء المصابيح. وإذا رغب أحد المار في الشوارع أن يشرب عصيرا أو شرباتا فما عليه إلا أن يذهب إلى سبيل من الأسبلة العامة التي يؤمر بأن تملأ بالشربات والعصائر بدلا من الماء طوال الشهر الكريم. أما الألوان والزينة وعلامات البهجة في عاصمة الدولة فنجدها متجسدة بصورة رئيسية فيما عرف في التاريخ العثماني باسم الماهية، وهي الزينة التي تعلق ما بين مآذن الجوامع الكبيرة بشبكات من المصابيح الزيتية على شكل جملة أو رمز يرمز إلى الشهر الفضيل، مثل كلمة بسم الله أو ما شاء الله أو ليلة القدر أو كلمة الفراق عند نهاية الشهر. ولا نعرف بدقة متى تم البدء في استخدام الماهية، ولكننا نرى في سيرة السلطان مراد الثالث في أواخر القرن السادس عشر أن هناك جاء ذكر للماهية، كما تم ذكر وصف للماهية ذكرها المبعوث الألماني إلى اسطنبول سالومون شافاجير. وتقول جوليا بارودي الرحالة والمؤرخة والأديبة الإنجليزية عند زيارتها لإسطنبول في ثلاثينيات القرن التاسع عشر على أضواء المدينة في رمضان، تقول إن الأنوار في إسطنبول لا تشبه الأضواء في أي عاصمة أوروبية أخرى. أما العبادات وممارسة الشعائر الدينية فلا تظهر كما تظهر في شهر رمضان، فهو شهرها المخصص. فعلى امتداد أراضي الدولة تجد العلماء والفقهاء يعملون على تلاوة القرآن في الجوامع والمساجد طوال الشهر حتى قدوم عيد الفطر المبارك، ونجد أن المسلمين يملؤون المساجد أثناء الصلوات ويجلسون للاستماع إلى الدروس الدينية. أما تناول السحور فكانت له عادات مميزة وجميلة، فنجد مدافع الحواضر الكبرى في الدولة مثل اسطنبول والقاهرة تنطلق بعد تجاوز الساعة منتصف الليل لتنبيه الناس بأن ميعاد تناول وجبة السحور قد بدأ، وذلك حتى آذان الفجر. أما في المدن الصغيرة والقرى فكان المسحرات يمر على المنازل بآلات التنبيه لإيقاظ المسلمين لتناول السحور. وقبل انقضاء وقت السحور بقليل يستمع الناس إلى الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مآذن المساجد كمقدمة قبل آذان الفجر، فيكون هذا بمثابة تنبيه لمن يأكل بأن وقت الإمساك عن الطعام قد شارف على الدخول، ثم يتم إطلاق مدفع الإمساك للتأكيد على الناس بأن وقت الإمساك قد حان والامتناع عن الطعام قد بدأ. فيبدأ المسلمون بعد سماع الآذان بالجهر بنية صيامهم هذا اليوم الجديد، وهو أمر يختلف باختلاف المذهب الفقهي الذي يتبعه كل فرد عن الآخر من حيث الجهر أو السرية بنية الصيام. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.
المستمعون الكرام، متابعي إذاعة إيرنا الدولية في باريس، استمعتم قبل قليل سادتي إلى حلقة في برنامج نافذة ثقافية، وكانت نافذة تاريخية، وتحدثنا عن رمضان في العهد العثماني بقلم الأستاذ كريم عبد المجيد. وكأننا سادتي نتحدث عن رمضان وطقوسه في إريتريا، في السودان، في مصر، في كل المناطق التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية. المستمعون الأعزاء، مع قليل طبعا اختلاف في أشياء معينة، ولكن هذه كانت صورة شاملة ذكرتنا بأيام رمضان في إريتريا وغيرها. على أمل اللقاء بكم سادتي في حلقات قادمات. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف في تقديم هذه الحلقة، وزملائي في إذاعة إيرنا الدولية في باريس الزميل فتحي عثمان وبنيام سمعون. وفي الختام نقول تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في تذكير بأبرز ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. المحكمة العليا الإسرائيلية تدين الحكومة بسبب فرض ضريبة على المهاجرين. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية ذائعة الصيت بأن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت إعلانا قضائيا قالت فيه بأن الضريبة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي تتعارض مع القوانين الدولية التي وقعتها دولة إسرائيل وأحكام الأمم المتحدة. الاتحاد الأوروبي يدعو إريتريا لمؤتمر دولي. ذكرت المفوضية الأوروبية بأن إريتريا سوف تشارك في المؤتمر المزمع عقده في شهر يونيو المقبل في أديس أبابا لدول شرق أفريقيا. وقالت المفوضية بأن المؤتمر يهدف إلى بحث التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة والمواصلات والتجارة. مسؤولون أمريكيون يدافعون عن إرسال حاملة الطائرات لينكولن للشرق الأوسط. في ظل التصعيد الأمريكي ضد طهران، أكدت وسائل الأنباء عبور حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن قناة السويس في ظهيرة يوم أمس الخميس. وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد قد دافع عن قرار إرسال حاملة الطائرات الأمريكية إلى الخليج العربي. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. وختاما مستمعي ومستمعات الأفاضل، لا يفوتني أن أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا، لكم من زميلي أحمد الشريف، ومني محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إيرنا.